السلام عليكم خوتنا. كنت نطل فيسبوك، دخلت هذه الصفحة. هذا سيد جزائري كنت نشوفو فيه في عينيه كأنه إنسان ذكي، داير روحو ذكي، المنطق عنده. وباقي بزاف جزائريين عندهم النقد الذاتي، ينقدوا بلادهم، كريتيكي واش قال الالماني، واش قال داوري، هذيك هي حنا غالطين، حنا ضد العالم، حنا جايين من المريخ، ما على باليش. دوك هاد الانسان نبين له باللي هو راهو غلطه 1000%. واللي طرح السؤال الحصه الله يهضر عليها، هو اللي طرح السؤال طرحه غلط، طرح السؤال غلط. لذلك المشارك حس روحه، حس الامر غير منطقي. دوك شوفوا نسمعوا واش قال هاد الجزائري، هاد الفاهم، هاد العالم هذا، ولا ما سميوه كيما حبيتو، ونتلاقاو مع الاخر. شكرا، صحيت. ومن بعد الشخص هذا اللي راكم تشوفوه فيه في الصورة هو ألماني، كان يشارك في حصة تاع من يربح المليون. السؤال اللي كانت القيمة تاعو 250 ألف أورو هو: لماذا الجزائر يقطعوا الانترنت مدة أسبوع في شهر جوان؟ من بين الاقتراحات كان الجواب الصحيح واللي كامل تعرفوه انتم الجزائريين، وهو من أجل شهادة البكالوريا. ولكن المفارقة العجيبة هو أنه هذا الألماني اعتمد على المنطق، وأول اقتراح اللي حذفه هو من أجل امتحان البكالوريا. وتناقش مع المذيع تاع الحلقة وقال له باللي ماشي لوجيك أنه الامتحان تاع البكالوريا الجزائر من أجلهم تقطع الانترنت. الألماني هذا اللي كان يلعب على 250 ألف أورو لقى روحه ربح 10,000 أورو فقط. خسر الجواب لأنه اعتمد على المنطق في جواب يتعلق بالجزائر. نصيحة: أي سؤال يتعلق بالجزائر ما تعتمدوش على المنطق، لأنه المنطق الجزائري مختلف جدا على تفكير كامل العالم. يعطيكم الصحة، إلى فيديو جديد، ولكم السلام. قال لك نحل الاقتراح الاول بسبب شهادة البكالوريا في الجزائر لأنه اعتمد على المنطق. أولا السؤال تاع مدير الحصة هو الخطأ. قال له نحى أسبوع من شهر جوان. احنا في الجزائر ما ينحوش أسبوع انترنت، عنده أوقات محددة. لو كان قال له ينحو لمدة أسبوع في أوقات معينة، يقول له هذوك الأوقات، من المؤكد الألماني راح يخير هذا هو الجواب الصحيح، وهذا هو الجواب اللي يخليه واللي ما ينحيش ويكون منطقي. إذا السؤال تاع مقدم الحصة ولا مسير الحصة هو اللي خطأ، ماشي الجزائر خطأت، هي المارق. هذا هو المنطق. السؤال كان خطأ، قال له مدة أسبوع. حنا في الجزائر ما قطعوش أسبوع، لأن هذاك الأسبوع اللي يجوزوا الباك يسحقوا يريفيزيو، معناتها مراجعة، يراجعوا في الكتب والكراريس، وعندهم طلات في الانترنت، مراجعات في الانترنت. هذا منطقي. إذا أنت راك غلط والمدير الحصة راهو غلط. أما المشارك أصاب، لأن قضية خاطئة مع الأول، ونعرفوا باللي القضية خاطئة قضية صحيحة تعطيك قضية صحيحة. معناتها مع الأول غلط مدير الحصة، ومن بعدك غلط معاه المشارك. انت صحيح بنت باللي صحيح، راك شغل ديتنا كاع معاك وبديت في النقد تاعك تاع الجزائريين. انا ننصح الجزائريين نحيو هاد مونك كيما نقولوا كومبلكس لانفيريوريتي، عقدة النقص هذه، واتخاذ اي اجنبي كمثال، ونولوا النقد الذاتي ما مليح على كل حال، ولكن نكونوا موضوعيين ونكونوا منطقيين. ولا داعي لهاد بعض النباشات العباد هادو يدخلوا في يبداو يسجدوا ولا نسميهم عبيد على كل حال. شكرا، صحيح. من فضلكم اول مره نقول لكم ان نشروا هذا الفيديو قد ما تقدروا باش يلحق الهاد لو يهدر ويلحق العباد اللي كيما هو. نحس روحي مسؤول على هذا الكلام للآخر. يعطيكم الصحة، والسلام عليكم.